مساء الخير، وخليني الحلقة دي اتكلم عن افيشات فيلم انت مان اند ذا واسب كوانتمانيا. والله مين عارف، ممكن نقول كلمتين عن الجزئين اللي فاتوا، وممكن برضو نقول كلمتين كده على عجالة عن اخر افيشات نزلت لمارفل. لكن بس خلينا في الاول نمسك طريق وربنا يكرمنا في كوانتمانيا، وبعد كده نشوف عشان عندنا كلام كتير. اول افيش نزل في سان دييجو كوميكون في يوليو اللي فات، وخد بالك لمعلوماتك غالبا الافيش اللي بينزل قبل الفيلم بكتير بيكون كونسبت، يعني مجرد تصور، لسه مفيش صور مفيش حاجة، فبيبقى في رسام او كونسبت ارتست بيحط تصور مبدئي عشان يبقى في حاجه تتعرض، سواء افيش او حتى تصور فريم مثلا او لقطه من الفيلم، او على الاقل كونسبت لللبس بتاع الشخصيه. وغالبا برضو بيبقى اندي بارك هو اللي راسم الافيش ده. تقول لي عرفت منين؟ اقول لك طبعا هو انا متابعه وهو ليه لمسه مميزه جدا في شغله، لكنه ماضي على الافيش فما فيهاش اي افتكاسه يعني. فعلى سبيل المثال اندي بارك هو اللي عمل التصور المبدئي لفيلم انت مان الاول بتاع 2015. يعني بص كده عليه هتاخد بالك ان صوره مايكل دوجلاس مش بنفس الدوجلاس او السكسوكه اللي طالع بيها في الفيلم. زي ما قلت لك، تصور مبدئي الرسام بيرسمه، ياخد اي صوره متاحه للممثل حتى لو من فيلم تاني كريفرنس يرسم عليها او يشفها زي ما هي. كمان برضو عمل الافيش ده لفيلم بلاك ويدو، واخيرا الافيش ده لفيلم كوانتمانيا. وبصراحه ما عنديش ملاحظات كتير عليه، هو كونسبت لطيف. الكوانتم ريلم ماشي، الوانه والطبع بتاعه بعيد عن النهائي اللي في الفيلم، ده منطقي لان زي ما قلت لك تصور مبدئي. يعني عد لي انا لحد دلوقتي قلت كام كلمه تصور مبدئي. ممكن اقول تفضيل شخصي ان كانج كان المفروض يتسنتر في النص، يبقى كتله مهيمنه، الثلاثه في النص يكونوا اصغر من كده، وفي بوزات او وضعيات ديناميكيه ومتحركه اكتر من كده. تفضيل شخصي. نزل بعد كده الافيش ده وتمام، هو فكره لطيفه، كانج المدمر وجنون الكوانتم. كانج بيتلاعب بيهم انت مان وواسب، وقد ايه هم صغيرين وضئال الحجم بالنسبه له. هيمنه صوره كانج ككتله دوميننت او مهيمنه في التكوين انا كنت احب اشوفها في الافيش بتاع اندي بارك، فهي تمام هنا. بس ما اعرفش ليه الافيش ده حاسه ناقصه حاجه، محتاج شغل اكتر، ممكن محتاج تويكس وتظبيطات ممكن. يعني باين قوي ان دي صوره عشوائيه لجوناثان ميجرز متركبه في مكانها، والرياكشن بتاعه بارد وعشوائي، والخطين اللي في وشه متركبين. كمان كان محتاج يبقى فيه نظره شر ومكر اكتر من كده. كمان عينيه كان المفروض تبقى متوجهه للمركز اللي فيه انت مان وواسب، اما دراعه كله تحسه مقحم على الافيش، او الافيش خلص بعد كده نسيوا الدراع حطوه، باين انه فيك. كان محتاج يتعمل له ماتشنج او توافق، فدرجه الاسود اللي فيه تبقى نفس درجه الاسود المايل للرمادي في الخلفيه. الريم لايت اللي فيه او لساعات الاضاءه الزرقاء معموله باكتر شكل فيه كروته في الدنيا، انر جلو او وهج داخلي على اللاير وخلاص، فخلى الايد مفصوله عن الخلفيه. ليس هكذا ينفذ الريم لايت. بعد كده بنشوف الافيش ده، هو زي ما قلت لك في حلقه واكاندا افيش ستايلايزد. الستايل او الطابع والالوان هي اللي طاغيه، هي النجم في الافيش، وليها اولويه عن اي جانب دعائي. انت لا شايف سكوت لانج، لا شايف هوب، مش شايف وشوش، النجم هو الستايل. برضو ما عنديش ملاحظات كتير عليه، لكن من باب التفضيلات الشخصيه كان ممكن اخف النجوم من هنا واحط قليل منهم هنا، واحط شويه عناصر هنا توزن التكوين شويه. بالاضافه لاهم حاجه واللي هفضل اقولها لحد ما الحلقه دي تخلص، تكبير كانج عشان يوزن الكتله الرئيسيه وما يبقاش كله ممسوح ومبين النجوم للدرجه دي. افيش اي ماكس ما فيهوش شغل كتير، صور الشخصيات في تكوين تقليدي، بوزات تقليديه. ممكن اقول ان اختيار الصور عشوائي، النسب كان ممكن تتظبط اكتر من كده. لو تاخد بالك على سبيل المثال صوره هانك بيم اكبر من جانيت فان داين، لكن في النهايه ده افيش اي ماكس، يعني مش حدث كبير او حاجه كبيره تستحق ان يبقى فيه شغل على التفاصيل اعتقد. يعني افيش ريل دي 3 دي مبهر في الشكل العام، في شغل كتير جدا في الخلفيه والتكوين بتاعها والتفاصيل وخلق ملامح الكوانتم ريلم، والخطوط اللي تعتبر هي الحاوي او الكونتينر اللي مكونه شكل شبه العنكبوت. كل ده جميل وما فيهوش مشكله. المشكله بقى بتظهر لما تشتغل كتير على خلفيه وتعجبك وتستمخ منها قوي، فما بتحطش نفس الوقت او المجهود في ترتيب العناصر او صور الممثلين، فبتشوف هنا الترتيب نمطي تقليدي. الشغل عليهم من حيث الاضاءه والالوان متكروت جدا. صوره كانج كانت محتاجه تبقى زي ما انا بكلمك كده، صوره فرونت، وضع جسم مواجه للكاميرا، مش الصوره دي اللي تتسمى سيمي بروفايل، او يعني زي ما بنقول بالبلدي صوره بالجنب، عشان يلائم سيمتريه او تماثل التكوين، وتكبر عن كده ويبقى مهيمن اكتر من كده. واحفظ الكلام ده عشان هنكرره تاني. افيش دولبي تكوين قطري، في خطوط بتفكرني بافيش الفيلم اللي فات، الوانه حلوه، تكوينه حلو. كانج كالعاده محتاج يكبر وينزل تحت شويه عشان دماغه ما تتقطعش بحد الافيش، يبان اكتر من كده. هوب تصغر شويه تتوزن مع سكوت وكانج، فتوسع شويه مساحه لكاسي عشان تكبر. وجانيت وهانك يكبروا سيكا ويطلعوا فوق لانهم مهملين جدا تحت.
ممكن الخلفيه تغمق شويه والفريكوينسي سيبريشن او فصل الترددات او بالبلدي التنعيم اللي على بشره سكوت وهوب يقل لانه اوفر وملائكي بزياده. افيش 4 دي اكس مشهد فيه حركه جميل، واسب وهي طايره، كاسي وهي بتستعد، انت مان وهو ضخم، تمام، مشهد تحسه فريم متحرك وده المطلوب في افيش فيلم اكشن. لكن تحس الكادر محتاج يبعد بزوم اوت شويه لان اول ما بتبص له تحس انك مش شايف حاجه، ايه اللي بيحصل انا مش شايف، فبتحتاج كده تركز شويه. ده في دي دماغ انت مان وهم صغيرين وبتاع، فكان محتاج مساحه تعتبر متنفس من كل الاتجاهات. افيش سكرين اكس عشوائي كاختيار وترتيب صور، تكوين ملخبط غير متزن بارد، تنفيذه رديء من حيث الالوان والتوافق بين الصور. يعني بص انا كلمت لك على الافيش ده كده في كلمات دلاليه لا يقال عنه سوى ذلك. اما الافيش ده فني تماما كانه برواز بيعبر عن الفيلم، يمكن ناقصه كانج، لكن زي ما قلت لك هو بص هو فني مش تجاري، فما تقدرش تحاكمه قوي. يعني ده مش هيتعلق على سينما، تبقى مشكله لو ده اتعلق على واجهه سينما. اما الافيش ده كارثي، نسب كارثيه، تكوين كارثي، تنفيذ كارثي، الوان كارثيه، في على الصور تاثير اتش دي ار او هاي دايناميك رينج وفلتر اويل بينت مليط ومسيح الدنيا على بعضها، وتحس ان كانج هيشفط الافيش في مناخيره. انا فضلت فتره فاكر ده فان ارت حد عامله كده على جروب للفان بويز، وكانت صدمه لما عرفت انه رسمي وعملوا استوديو ارت ماشين اللي عمل افيش واكاندا فور ايفر. وبصراحه افيش واكاندا فور ايفر كان منيل، اتكلمنا عنه في الحلقه دي، وعمل الافيش ده لفيلم دكتور سترينج بالاضافه للافيشات اللي فاتت دي. فما اعرفش ايه العك والشفت الغريب في المستوى ده افيش ده يتضرب بالنار، ده مش افيش. زي ما حصل مع واكاندا فور ايفر، مارفل طلبت من مات فيرجسون يرسم لها افيش، وكالعاده يا جماعه مات فيرجسون عمل لوحه في برواز مش افيش، هتلاحظ فيها السيمتريه او التماثل المعتاد في شغله، لمسته المعروفه في الرسم والاظهار، وكل واحد هيحدد السمات المميزه لشغل مات فيرجسون على حسب رايه. انا دايما بحس ان هو بيميل للسيلويتس او الخيالات، الملامح شارب، الشادوز او الضلال عنده مش سودا غطيس، بتميل قوي للرمادي، في سنه هاي دايناميك رينج وحاجات كتير يعني بشوفها في افيش ده مات فيرجسون. الافيشات الفرديه خطوط تكوينها واحده، لكن كل افيش ليه شخصيه والوان خاصه بيه. طبعا الخلفيه ملخبطه وصايحه على بعض عشان كوانتمانيا وكده انت فاهم يعني، لكن بحكم الشغل والخبره يعني ممكن اشاور لك على الحتت اللي المصمم بارطش فيها وبقى بيحط اي حاجه في اي حاجه وهتعدي الحتت دي. مثلا على سبيل المثال السمادج اللي في الصور دي، الوهج ده. وبصراحه طالما الفيلم يعني فيه المساحه اللي تخلي اي شيء مقبول، لطخ كله مش اي حاجه. ممكن تفضيل شخصي كنت هخلي كل افيش فيه تكوين تحت ليه علاقه بالشخصيه، يعني ما يبقاش ثابت في كله ان في انت مان وواسب. في افيش كاسي يبقى فيه حاجه لكاسي، نفس الكلام بالنسبه لهانك وجانيت، مع ان والله انت عارف ما هانك وجانيت انت مان وواسب برضه، فممكن تمشي عليهم يعني. اما كانج فالاجزاء المسحوبه بالسمادج تول دي مدياله احساس كده جراند، افيش كبير كده فيه فخامه، ده غير انها مخليه مختلف عن اللي فاتوا. بس انا شايف ان افيش كانج بالتحديد كان محتاج يبقى مميز اكتر من كده. اللي عمل الافيشات الفرديه هو استوديو LA او ليندمان اند اسوسييتس، ليندمان وشركاه. اخر افيشات فرديه عملوها المارفل كانت افيشات واكاندا فور ايفر الكارثيه، ارجع للحلقه تاني. فبصراحه انا شايف ان يعني بتوع كوانتمانيا افضل بالمقارنه بواكاندا، لكن في نفس الوقت عملوا الافيشات الفرديه لدكتور سترينج اللي فات، وانا شايف ان افيشات دكتور سترينج الفرديه اشيك واحسن من كوانتمانيا على عده مستويات جماليه وتنفيذيه. وبيبان ميل الاستوديو ده ان الافيش يبقى لقطه بورتريه للممثل، ومش في الافيشات الفرديه بس، ده حتى لو افيش فيلم رئيسي زي مثلا ذا بلاك فون ونوبادي. اما الافيش الرئيسي فهو افيش مخادع. الافيش معمول بطابع الافيشات القديمه اللي بتبقى مرسومه بالاير برش وعلى كانفاس، في ملمس افيشات دروس تروزن، الكونتراست او التباين العالي، الخطوط الخشنه، الملامح الشارب او الحاده، ملمس الكانفاس المحبب او الخشن اللي تحس الافيش مرسوم عليه، ملمس الفرشه اللي باين قوي في الاجزاء دي، الستروكس او الخطوط البيضاء والسوداء اللي حوالين كل صوره. انت لو بتعمل افيش واقعي فما فيش شخص واقف في الدنيا حواليه خطوط، بس هو الملمس كده، الطابع ده كده. والاهم ان خطوط تكوين الافيش تقريبا معتمده على مثلث ودايره ومستطيل، ودي كانت اغلب خطوط افيشات دروس تروزن. هسيب لك فيديو في الاي اللي فوق، هو رتمه بطيء شويه لكنه بيوضح حاجه زي دي على امثله كتير. يعني من الحاجات المضحكه جدا ان اندي بارك اللي عمل الافيش الاول عمل تاج بالغلط لبول شيبر، افتكر ان بول شيبر هو اللي عمل الافيش ده. تقول لي استنى يا عم انا تهت، هو بول شيبر ولا دروس تروزن؟ ما هو شغل بول شيبر متاثر كتير بشغل دروس تروزن، لان دروس تروزن واحد من احسن مصممين الافيشات اللي مروا في التاريخ ان لم يكن احسنهم. ونفس الاستوديو رسموا الافيش ده للفيلم اللي فات بالطابع ده بتاع الافيشات القديمه بالتعاون مع بول شيبر، لكن البوستر نفسه من تصميم ارت ماشين، فهم عملوا التكوين وبول شيبر رسمه. المهم تعالى بقى نتكلم عن الافيش نفسه بغض النظر عن الخلفيه التاريخيه للستايل. على الرغم من تاثره باعمال دروس تروزن وبول شيبر، الا ان تكوينه فيه قدر من العشوائيه واللخبطه وهدر المساحات، وده عكس تماما تكوينات دروس تروزن المعتاده. تعالى بقى نقول
كانج محتاج يكبر وينزل تحت او يتغير مكانه، لانه لازم يبقى مهم اكتر من كده، وانه ياخد كده شيفت على الجنب ويبقى مهمل بيفكرني بوضع ثانوس في افيش اند جيم. هوب تكبر سيكا تبص الناحيه التانيه، تتحرك هي وكانج يمين شويه، هانك وجانيت يبصوا الناحيه التانيه ويكبروا ويطلعوا فوق شويه، بحيث يا جماعه نقلل هادر المساحات اللي على الاطراف ده، في مساحات كتير في الفارغ في الفاضي. ما دون الستايل وما دون الملاحظات دي الافيش للنسيان، ما فيهوش حاجه مميزه بالنسبه لي. كان محتاج يبقى مبهر اكتر من كده عشان يبقى جاذب، لانه انا حاسس ان هو بارد شويه. التكوين قريب من الجزء الاول، كتله صخريه مثلثه واقف عليها انت مان في وضع البطل الحالم، صور حواليه. لكن طبعا يعني بتاع كوانتمانيا قطعا الوانه والتنفيذ والطبع بتاعه احلى. كمان برضو فيلم ثور الاخير كان نفس الفكره والتكوين، جلمود صخري حط عناصر في النص، حتى الفيلن في نفس الحته، جايز لان البوسترين من نفس الاستوديو اللي هو ليندمان وشركاء، بس ده مش مبرر بصراحه، بقى في فقر شديد يعني، على الرغم ان انا حابب الطابع الا ان في فقر في التكوين. وبما اننا بنوشك الخطى نحو نهايه فبراير، فخلينا نتكلم شويه عن التايبوجرافي او طريقه كتابه اسم الفيلم، لانها عدت بعده مراحل. من اول ده واللي كان صعب القراءه للغايه، بعدين ربنا كرمهم وبقى ده، وده انا شخصيا افضله لانه مناسب لطبع الفيلم ده، غير ان في حركه كده مش ثابت مش هادي، تحس انك بتقراه كده انت مان اند واسب كوانتمانيا، واخد بالك في المانيا دي، هو تحس الكتابه عامله كده. متخيل معايا؟ دي حركه انا شخصيا بلجأ لها لما يبقى عندي نص ممل او اسم مش ملهم بفكره واضحه، فالافكت ده دايما بيدي الكلمه حركه وما بيخليهاش رتيبه ممله. كمان الفونت اللي استخدموه اللي هو كنترولر 5 مناسب جدا جدا ومودرن كده، ويعني حلو شغال. بعدين بقى ده وانا شايفه فقد اي شيء مميز، يعني نفس الفونت لو كتبت بيه واكاندا فوريفر شغال، لو كتبت بيه اي حاجه لاي فيلم هتمشي، فاصبح مش مميز وملوش شخصيه. اما عن الاجزاء اللي فاتت فالافيش ده من افيشات مارفل المفضله بالنسبه لي، بينما افيش الجزء الاول واحد من اسوأ افيشات مارفل، ولو كانوا اعتمدوا التصور اللي عمله اندي بارك كان هيبقى احسن 100 مره. اللي تم اعتماده في الاخر ده كارثي بالنسختين بتوعه. على الرغم من ذلك الحمله الدعائيه بتاعت الجزء الاول كانت اكتر حمله دعائيه في الثلاث اجزاء مبتكره. يعني بص افيش لفيلم انت مان طالع لك على ايرون مان كابتن امريكا، ناس واقعه وبينهم بتاع قد كده ليها ظل راجل كبير، بص الافيش ده ابيض وفي نقطه سوداء، يلا تخيلها انت بقى، انت مان فيل جاي من بعيد براحتك على حسب توجهك. وعلى عجاله ممكن نمر سريعا على اخر الافيشات اللي نزلتها مارفل. الافيش ده الجارديانز اوف ذا جالاكسي، ما عنديش اي حاجه اقولها عليه، افيش تشويق الفيلم جارديانز، ما فيهوش اي حاجه، بيفكرني بافيشات ميس مارفل التشويقيه. اما الافيش ده بقى فانا لا اتمنى ان يكون النهائي، لانه ضعيف، ما فيهوش ابتكار، نمطي مقارنه بالجزئين اللي فاتوا، ده غير ان في مشاكل في التنفيذ في الظل مثلا، غير الظل التوافق بين الصور، كل الصور في بحر، صوره بيتر كويل في بحر تاني، صوره الكلب كوزمو في بحر تالت، فاتمنى يبقى في نسخه منقحه وافضل من كده، لان ده بصراحه صعب جدا. كمان نزل الافيش ده لذا مارفلز، وبصراحه هو بالنسبه لي افيش بعنوان من هها لطوبه يا قلبي لا تحزن، انت مش ابأس من حد ممكن يكون مستني يشوف الثلاثه دول في فيلم بصراحه. وبس كده، ما اعتقدش عندي اي حاجه تانية اقولها. وطبعا الاسطمبه بتاعت كل مره ان لو عجبك الكلام ممكن تعمل لايك، ولو حاسس ان انت تحب تسمعني وتشوفني تاني تعمل سبسكرايب على اليوتيوب وسيف فيرست على الفيسبوك، ولو انت من محبين الانستجرام تعمل لي فولو على الانستجرام. وبس كده، شكرا جزيلا.